السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. ان شاء الله احنا النهاردة بنجهز النملية عشان خاطر هنجيب يعني مش دورة كاملة، يعني مش دورة فراخ كاملة، مثلا هنجيب لنا مثلا 30 فرخ ان شاء الله. هنجيب 30 فرخ في المكان ده. المكان ده يا جماعة عرضه 80 سنتي او 90 سنتي، في طول متر ونص. تمام. احنا طبعا المكان فوق وتحت، احنا طبعا المكان تحت في الفراخ اللي هي البلدي، وكانت هنا برضه نفس موضوع الفراخ البلدي. شايفين انتوا المكان طبعا وعارفينه وحافظينه. فاحنا دلوقتي بننضفه وناشف. شايفين ناشف ازاي؟ الارضيه بتاعته ناشفه، لان اصلا كده كده الفراخ البلدي ما بتعكش يعني، الا اذا احنا اللي عكينا ليهم، مش هم اللي عكوا. كله ناشف. يعني لو الفراخ البلدي هتتحط فيه عادي زي ما هي تتحط على نفس العفش ده. فهنحط لهم دلوقتي، هننضفها وهنحط لهم جير مطفي، نفرشها جير مطفي عشان ان شاء الله باذن الله النهارده احنا هنجيب الفراخ ونحط لها النهارده كهرباء برضو. يعني هنجهزها عما الفراخ تبدا تيجي. طبعا في اول الايام دي بالذات، شايفين الايام دي الجو عامل ازاي، فلازم يكون في حرص شديد من ناحيه الدفا بالذات. لازم الفراخ تكون متدفيه، يعني كامله الدفا، مع تهويه برضو. يعني تكون في تهويه خفيفه، ما يكونش ان انت عشان تفتح على الفراخ الصبح مثلا او في اي وقت في الجو ده تاخد منك برد، تبدا تعطس، تبدا مش عارف ايه كده. فلازم يكون في تهويه مش مماثله للدفا. التهويه ما تكونش مماثله للدفا، تكون اقل من الدفا شويه. تمام. احنا طبعا انتوا شايفين ان كده كده المكان كله مهوي، حتى لو احنا دفيناه. شايفين اهو، يعني كده كده المكان فيه هوا. تمام. احنا بنغطيه بس بالليل، وهنغطي اكيد بالنهار. يعني مش هنفتح يعني الحاجات دي، المكان ده كده هنقفله زي ما احنا قافلين كده، هنقفله مش هنفتحه الا اذا كان في يوم شمسه، يعني الشمس تكون شديده شويه، هنقوم هنسيبها مفتوحه على اساس انها تديها ايه يعني نور وكده. فكده كده في كل الاحوال ان هي مش محتاجه منك هواء، مش محتاجه منك اضاءه، غير اللي انت كده كده عامل لها لمبه. تمام. فاحنا هننضف دلوقتي ونخلصها ونحط الجير ونسيبها بقى. مش هنفرش نحط تبن ولا نحط نشاره غير قبل ما نروح نجيب الفراخ على طول. احنا هنسيبها، بس هنجيرها دلوقتي، هنكنسها كنسه حلوه ونجيرها باذن الله، ونستنى قبل ساعه ما الناس تتصل بينا يا جماعه الفراخ وصلت. هنقوم جايين حاطين فيها التبن، ونروح نجيب الفراخ ونبدا ايه نعمل لهم استقبالهم ان شاء الله. احنا نستقبلهم برضو بالميه بسكر زي ما احنا بنعمل على طول، مش شرط محاليل والكلام ده او ادويه. يعني احنا نستقبلهم ميه بسكر، نحط لهم ميه بسكر وخلاص. هم 30 فرخ، يعني مش كتير، بس احنا يعني بنحاول نجرب نشوف. والله لو الموضوع بقى كويس في المكان في الوقت ده، احنا ان شاء الله هنعمل كده هنعمل اوضه تانية مكان الحضانات دي، ماشي. وهنعملها برضو عرش كده وبتاع، وهنجيب فيها فراخ بيضة ان شاء الله. احنا الوقت هنكمل، وبرضو انتوا معانا يعني ان شاء الله، خليكم معانا. مش تنسوا بقى اللايك والناس اللي ما اشتركتش في القناه تشترك. ده يا جماعه الجير، شايفين اهو، جير مطفي، جير نجم الطرق، دي بتاع المزارع، تمام. احنا دلوقتي هنفتح الجير ونرش. طبعا نحاول على اكتر حاجه نرشها في اي مكان، فوق تحت الجناب، كل حته في المكان ده لازم تترش. عسل عدوى، الحمد لله مش فيها عدوى ولا حاجه، هي تمام. بس دي تطهيره يعني، هو تطهيره بس مش اكتر يعني. فاحنا دلوقتي هنرشها ونسيبها مفتوحه زي ما هي كده، تاخد هوا وتتهوى جامد. شايفين هي اصلا المكان ما شاء الله عليه يعني مهوي من غير حاجه. فاحنا هنسيبها تهوي مثلا لعند ما يتصلوا علينا يا جماعه الفراخ وصلت. احنا هنحط الحاجه بتاعتنا، وهنطلع بقى نجيب السلك
ونركب الكهرباء فيها ونظبط كل حاجه على اساس ان هي يعني لازم تكون على الاقل انت مشغل فيها اضاءه قبل ما تجيب فراخك بساعه على الاقل، بساعه عما تاخد يبقى انت عملت جو، يبقى انت عملت الاضاءه بتاعتك، المكان خد وضعه في التدفئه بتاعته. يعني احنا هنجيب دلوقتي، احنا هنسيبها مثلا مهويه لما نروح نجيب السلك ونوصل كهرباء ونحط لونض ونشغلها ونسيبها كده ايه ساعه او ساعتين حسب ما انت عايز يعني، عشان لما تدخل الفراخ فيها يبقى هي واخده اصلا المكان هيكون دافي. ما نشغلش بقى الاضاءه بعد ما نحط الفراخ، يبقى خلاص انت خدت الفراخ الطبع الاولاني اللي هو السجعه. ولازم الفراخ تبدا من الاول خالص الموضوع يكون فيه درجه حراره هم واقفين عليها. تمام، يلا بينا. شايفين كده احنا الوقت عملنا الجير على الحيطان بتاعتها وعلى كل مكان في جير، كل مكان كل مكان في جير. هو على فكره الجير دي من اصلا بدف رجلين الفراخ يعني يا جماعه، مش مجرد ان هو جير وخلاص، مش ان هو تطهير وخلاص، لا ده بيعمل طبقه عازله بين الارضيه وبين بين رجلين الفراخ. فدي برضو من الحاجات اللي بتخلي المكان دافي. تمام، حتى لما تيجي تكنس بعد كده، يعني لما تيجي تشيل مثلا الكنسه اللي تحتهم، طبعا النظافه على طول يعني كل يومين ثلاثه بتنظف، كل يومين ثلاثه بتحسب مثلا الحاجه اللي قدامك. في ناس بقى ماشيه مبدا ايه، يعني انا كان والدي ربنا يديه الصحه والعافيه بيمشي ازاي، ان هو ما بيشيلش خالص من تحت زي المزارع، زي نظام مزارع، لان هو كان شغال في مزارع وبتاع من كده في الاردن ويعني كده يعني. فكان بيعمل ايه، فكان بيسيب الحاجه تحت الفراخ المده الدوره كامله، بس يقلبها، يخلي اللي تحت فوق، كل مثلا يومين ثلاثه يقوم رايح مقلب اللي تحتهم، بيعمل طبقه كبيره من النشاره او التبن. بس طبعا دي غلط، دي غلط بالنسبه للتربيه بتاعتنا احنا البيتي، غلط ليه؟ لان المكان محدود، المكان محدود. فالنظام بتاع والدي دي ما كانش ينفع، فدايما الفراخ عنده كانت تبقى مش مظبوطه. مش مظبوطه ازاي؟ بتلاقي عينها ورمه، بتلاقي عندها دايما كوكسيديا، فدي كان غلط. فانت لو مزرعه، اصلا مزرعه عنبر كبير، فسهل ان انت تعمل كده، سهل ان انت تعمل كده مع تدفئه مظبوطه، مع تهويه مظبوطه، مع نظام. انما انت ممكن ما تكونش عندك تهويه مظبوطه، يكون عندك تدفئه حلوه بس ما يكونش عندك تهويه، يكون عندك تهويه بس يكون عندك تدفئه، فانت كده مش بتظبط زي المزارع مهما عملنا. لان المزارع بنظام وايه، ومش وراك حاجه الا هي. انما انت مثلا، انا واحد من الناس ممكن مثلا اكون مشغول في شغل مثلا تاني، ممكن ام عمار تكون مشغوله في شغل تاني، فما بكونش كل وقتي للفراخ. لان انتوا عارفين طبعا احنا مثلا حته 30 فرخه ولا 100 مش مستاهلين منك مجهود او وان انت تقعد قدامهم طول اليوم، لان انت بتشتغل في بيتك. انما لو مزرعه فانت كده مزرعه معاك ناس وانت بتتابع يوميا، فما مش فاهم مجال يعني. فهو الاحسن كل يومين مثلا انت بتلاقي الحاجه اللي تحت الفراخ بدات تتعك، انت بتشيلها، بتنظف تحتهم، بتبص تلاقي الفراخ اصلا معاك فريش، دايما بتلاقيها دايما معاك فريش وبتلعب وبتتنطط ومبسوطه ان انت بتنظف. تمام، فاحنا خلاص كده، احنا كده هنسيبها. اللي عندي زي ما قلت لكم، انا بعت عمار يجيب السلك، ساعه ما اجيب السلك برضه هوريه لكم. هنعمل لها لنضتين، لنضه هنا في المكان ده، في الحته دي كده، ولنضه هنا في المكان ده كده، هيبقوا لنضتين صفر طبعا، لان طبعا انتوا عارفين الجو عامل ازاي وعلى السطح. فلنضتين صفر، هنجيب واحده كبيره وواحده صغيره، او نحط الاثنين كبار الاول ونشوف والله هم استحملوا الاضاءه بتاعتها، هنمشي على كده، هنسيبهم. ما حسينا ان الاضاءه شديده عليهم قوي، هنشيل واحده من الكبار ونخليها صغيره، على اساس تبقى ايه، في نسبه وتناسب. والتهويه احنا مش جلجال منها، انا مش جلجال من التهويه على فكره، لان شايف التهويه بتاعتها تبقى مظبوطه ان شاء الله. يدعوا لنا ربنا يصلح حالنا ان شاء الله. يعني من زمان مش ربنا فراخ بيضه، فالموضوع حاسس ان اول مره ربي، فربنا ييسر الحال ان شاء الله. ادعوا لنا كده بصلاح حال وان ربنا يكرمنا. يلا خليكم معانا، احنا لسه ما خلصناش الفيديو، هنخلص معاكم الفيديو مجرد ما نحط الفراخ ونستقبلهم كده، يبقى اول يوم.
مش تنسوا الاشتراك في القناه واللايك. رجعت لكم تاني اهون. شايفين احنا كده كل حاجه جاهزه، كل حاجه جاهزه. احنا في انتظار التليفون بس. احنا في انتظار التليفون. دلوقتي هرش حبه التبن، هحط لهم تبن دلوقتي. شايفين ادي لمبه، دي لمبه صغيره 100 ودي لمبه 200. تمام. شايفين المكان عامل ازاي؟ شايفين المكان تمام التمام، مفيش فيه اي مشكله. هندفيه ونخليه تمام. احنا نرش الوقت وادي كمان التبن اهو. شايفين الطبقه عامله ازاي؟ قسما بالله يا جماعه المكان جوه، المكان داخل. يعني انا مشغلها بقالي 10 دقايق بس. المكان في الحضانه دي اقول لكم لو فيها بيض هيفقس. المكان عامل شغل، وان شاء الله باذن الله باذن الله نكون مع بعض. برضه مستني الساعه وقت 5 او 5:30. مستني بس الناس اللي انا حاجز منها، اللي انا حاجز معاها، تقول لي بس ان الكتاكيت وصلت. مجهز كل حاجه. هوريكم برضه لحظه لحظه. شايفين العلافات من جوه الجير برضه اهو، جير. والسجايه من جوه جير. شايفين اهو جير اهو، كل تاني كل جديد، كل حاجه. هي طبعا مش كل دوره اروح اشتريها جديد يعني. شايفين علفتين وسجايه كلهم ماسكهم عاملهم بالجير ومجهزهم على اساس ان احنا ان شاء الله ساعه ما نوصل على طول العلف هجيب معاه وانا جاي. طبعا السجايه هعمل نصها بس ميه وسكر بس. ان شاء الله الحياه توصل باذن الله بالسلامه كده. ازيك يا عبود؟ الحياه توصل بالسلامه ان شاء الله. وهكون معاكم برضو. حتى الفيديو مش هينزل النهارده، الفيديو هينزل بقى النهارده السبت. فانا كنت مستني ممكن ان هي تيجي المغرب ولا حاجه، بس جربنا العشاء ولسه ما اتصلتش. واجب متصل بيا ان شاء الله هروح اجيب هسيب اللونه شغاله لعند ما تتصل بيا. ما اتصلتش بيا النهارده هفصلها وهبدا ان شاء الله من الصبح ان انا اخليها بس كده. ليه؟ عشان خاطر ساعه ما اجيب الفراخ واحطها الكتاكيت تبقى درجه الحراره اللي في المكان مظبوطه 100%. انا الوقت هعملها واقفل عليها كمان. يعني هعمل عليها، شايفين حاطط لها دي 2 منهم 2 اهو، يعني بتاعتين نغطي بيهم. بنكتم المكان خالص، بنكتمه خالص على اساس ان احنا بمجرد ما بنقفل عليه خلاص انتهى الموضوع. احنا ممكن ما نفتحش عليهم الا كل يومين. يعني ما نحط لهم مثلا علفتين مليانه علف والميه بتاعت ميه مليانه، ممكن ما نفتحش عليهم الا كل يومين. وفي وقت ما يكونش مثلا ما افتحش عليهم الصبح بدري او ما افتحش عليهم بالليل. يعني اهم حاجه ما افتحش عليهم بالليل او الصبح بدري. يعني ممكن افتح عليهم مثلا الساعه 11 الساعه 10. دي احسن وقت ان انا افتح عليهم على اساس ان الشمس تكون طصه. ممكن وكمان ما اشيلش الغطا من عليهم مره واحده. ما اشيلش الغطا من عليهم مره واحده، اشيل الغطا على مرتين. يعني اشيل اللي بتاعت الاولانيه الغطا الاولاني، وبعد كده اشيل الغطا الثاني بعدها ب 10 دقائق، وابدا بعد كده افتح عليهم بعدها ب 10 دقائق برضه تانيين، على اساس ان كل حاجه عندي تكون مظبوطه، ما ياخدوش برد، ما يبداش بقى عطس، ما يبداش الحاجات اللي احنا واخدين بالنا منها دي. ادعوا لنا بقى ان شاء الله ولايكاتكم الحلوه وكومنتاتكم. وعايز برضو الاشتراكات في القناه. انا مستني الاتصال بالتليفون. مجرد ما اتصال التليفون هيجي لي ان شاء الله هروح اجيب. ممكن اصور معاكم هناك كمان، اصور معاكم هناك. اسيبكم في رعايه الله لعند ما ما اجيب الكتاكيت. بصوا يا جماعه، شوفوا النهارده احنا امبارح ما حصلش نصيب والفراخ اجت ما جاتش بالليل. فهي اتصلت بيا من 10 دقايق كده وقالت لي الفراخ وصلت، الكتاكيت يعني باش الفراخ دي. فاحنا طبعا فشغلنا الكهرباء وبدأنا نجهز الحاجة بتاعتنا اللي هتكون موجودة. فاحنا حطينا ليهم مية بسكر وجهزت لهم علف، شوية علف طبعا مش كتار. تمام اهم. ان شاء الله باذن الله هنقسم لهم الموضوع ده نصين. يعني هيبقى فيه حط لنا كرتونه كده في النص كده، كرتونه المكان ده بس يكون فيه هم اول يوم كده او اول يومين، وبعد كده نوسع لهم حبه بحبه يبدا ينتشروا حتى في المكان الحضانه كامله. على اساس احنا ما نعرفش الحضانه بتكون عامله ايه بالليل، مش عارفين درجه الحراره بتاعتها تكون عامله ايه بالليل.
فكده يكون احسن يعني، واحده واحده. حتى واحنا شغالين مثلا شفناهم بالليل او الصبح ان هم كده، نوسع لهم شويه لعند ما ياخدوا المكان كله، ساعتها نقوم حاطين لهم علفه تانية وسجاده تانية ان شاء الله. طبعا ديت للصبح بس، يعني السجاده هتبقى للصبح بس باذن الله، على اساس ان هم بس يعني الاستقبال بتاعهم. احنا نجيب معاهم الدواء بتاعهم وكل حاجه بتاعتهم اللي هي في الاول دي يعني بتاعت اول اسبوع، الفيتامينات اللي هي بتاعت الصبح وبتاعت المغرب، وبعد كده ان شاء الله نشوف ربنا يسهل. بس طول ما انت منظف تحتهم انسى الكوكسيديا، مفيش كوكسيديا ان شاء الله. يعني ديت احنا الناس بتجيب دواء للكوكسيديا، ما احنا طول ما احنا بننضفين تحتهم بالطريقه دي، شايفين طول المكان دايما يكون نظيف. طالما المكان نظيف ما تخافش عليه. فاحنا ان شاء الله اول ما بس عمار راح يجيبهم، احنا قلنا 30 فرخ باذن الله، ربنا ييسر الحال باذن الله يا رب كده ويكرمنا فيهم ونشوف. وان شاء الله باذن الله برضه احنا نوينا يعني، والنيه لله ان احنا نعمل هنا اوضه مكان ما نوقف كده للفراخ البيضه بس. حتى ما عمر قالت لي لو مش جبت لك فراخ بيضه وراح فراخ ساسو، فانا طبعا الساسو انا مش بحبه بصراحه يعني ربيتها كم مره ومش ما ظبطش معايا. الفراخ اللي تحت اللي المفروض اللي كانت هنا دي احنا نزلناها تحت خالص مع اخواتهم يعني، فبقت كل الفراخ اللي هي البلدي تحت، ما عادش هنا فراخ بلدي. فاحنا ان شاء الله بكره هننضف دي ونستنى يعني ننضفها ونسيبها تنشف، ونحط فيها شويه جير برضه ونسيبها لما ربنا يكرمنا كده ان شاء الله، والجماعه اللي فوق هنا يكبر، لان ديت ما تخش 30 فرخ كبار، هي تاخد 15 و15 ان شاء الله يعني. استنونا كده ان شاء الله واحنا بننزل معاكم الفراخ او الكتاكيت وانتوا بتشوفوهم باذن الله. وضع عمار يجي هون، تعال يا عم جبتهم. بسم الله ما شاء الله. استنى بقى عشان مش نفتح الا ايه، حط لا بتاع جوه، حط دخل ما تفتحش عليهم، حطها زي ما هي، حط دخلها جوه خالص، دخل جوه خليك بعيد بس. الله ينور عليك. بتقول اسمهم ايه؟ كابو باين. كابو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نوع جميل خالص. امسك كده. نوع جميل خالص. احنا لسه جربنا. لا احنا جربناه قبل كده. جربنا الكابو دي؟ انت لا احنا جربناه. انت ومين؟ وماما؟ انت كنت المهم ان الهوا ما كانش شافهم؟ لا شافهم ازاي؟ طيب الحمد لله. بسم الله عدتهم لك؟ حسبت لك الواحد بايه بقى؟ ولا انت ما تعرفش؟ مش عارف. انا عارف انا عارف يا حسب. الواحد باين ب 25. واحد ب 28. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هم جايين على فكره. ماشي يا سيدي، احنا عاوزين نجوع. طب اكفي اللحظه كده عم ننزلهم. بسم الله ما شاء الله. حتى انا مش عاوز معدة، حتى كمان نص كده ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله. يلا كده وفرفشوا كده ونعنشوا كده. يلا يا جماعه ابداوا معانا بقى من النهارده كده. شايفين هم بيحبوا ينقوا في الارضيه في الاول كده، بينقوا في الارضيه لما ربنا يسهل كده الحال. انا مش عاوز اخلي في فراغ يا عمار عشان خاطر ايه بقى، الفراخ الصغيره دي مشكله في ممكن يوحش. هات واحد كبير شويه. اوعى. احنا كده هنقفل العمود دلوقتي كده، احنا خلاص كده، احنا الفيديو بتاعنا خلص. خش يا عم جوه يا عم، خش يا عم جوه يا عم. شايفين بسم الله ما شاء الله بدأوا يشربوا. دي ميه بسكر يا جماعه، دي ميه بسكر. يبدأوا يشربوا بقى هم، وبعد كده هنبدأ بكره ان شاء الله. من بكره هتلاقي الدواء بتاعهم كده انت جايبه. افتح طلع كده وريني. بتاع الصبح وبالليل صح؟ دي اهو شايفين؟ دي الاصفر. دي بقى واحد الصبح، دي فيتامينات. فيتامين دي واحد الصبح وواحد بالليل. دي اسمه ايه؟ دي لا ايه؟ دي هنا الميه برضه. هما مديك 3؟ ده هما 3 اهم. 1 2 3 من بكره ان شاء الله نبدا بقى نحط لهم حدي. حطهم. انا ادعو لنا كده ربنا يصلح لنا الحال والامور تمشي مظبوطه، وان شاء الله بكره هنجيب لهم شكاره العلف، شكاره علف ناعم، بس هم مش هياكلوها يعني.
هي تكون اقل من كده، بس احنا نجيب شكاره كده كده عندنا الفراخ يعني. اللي هي النص. يلا مش تنسوا اللايك والاشتراك والكومنت الظريف بتاعكم، وادعوا لنا ربنا يصلح لنا الحال احنا وانتم ان شاء الله، وربنا يرزقنا جميعا. يلا السلام عليكم.